بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. الحمد لله. الحمد لله المتفرد بالبقاء بالجلال والكبرياء، رب الأرض والسماء. أحمده على نعمه التي تزال تترى علينا، نشكره على فضله ومنه وكرمه، وأصلي وأسلم على من أرسله رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء آخر ضمن اللقاءات التي نتدارس من خلالها سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد ذكرنا فيما مضى في الأسبوع الماضي ونحن نتحدث عن أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه وغزواته، فذكرنا وبدأنا في ذكر غزوة بدر الكبرى، وفرقنا بينها وبين غزوة بدر الصغرى، وقلنا أن غزوة بدر الصغرى هي سفوان، وفيها كرز ابن عمرو كان قد نهب وسلب إبلا ومواشي من المدينة، فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلحقه حتى بلغ عسفان، فبلغ سفوان. فلما بلغ سفوان رجع ولم يلحقه، وسفوان هي وادي قريب من بدر، فسميت بدر الصغرى. ثم كذلك ذكرنا بأن سبب غزوة بدر الكبرى هو أن أبا سفيان قد خرج في قافلة عظيمة، ذكر بأنها بلغت 1000 من الإبل و50,000 من الدنانير الذهبية، وهي ثروة ضخمة هائلة، 1000 من الإبل و50,000 دينار ذهبية. فتعقبها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنها مرت وفاتته وتجاوزته. وهذه الأموال الطائلة من أين أتت؟ هذه الأموال التي هي في تجارتهم هي أموال المسلمين، وجزء منها من أموال المهاجرين التي سلبوها منهم وأخذوها منهم لما هاجروا، بل أخذوها عنوة وهو بين ظهرانيهم، فكان حقا أن يسترجعوا أموالهم التي سلبت منهم وخرجوا من مكة من غير أموال ولا شيء يذكر. ولذلك في فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قيل له: هل استرحت في بيتك؟ أي بيته القديم الذي كان بمكة. قال: هل استرحت فيه ودخلت بيتك واسترحت فيه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ عقيل هو من أبناء طالب، عقيل وجعفر أبو طالب بن أبي طالب وعلي وطالب الذي منه سمي أبو طالب، فله 4. قيل بأن طالب هو ولد، وقيل غير ذلك، وهذا طالب مات كافرا. أما عقيل فالمشهور أنه أسلم يوم الفتح، بعد يوم الفتح أسلم. وعقيل باع بيت النبي صلى الله عليه وسلم وباع بيت إخوانه، لأنه ورث هو وأخوه الذين قلنا طالب ورثوا، ولم يرث جعفر ولا علي، لأن جعفر وعلي أسلما، وأما الآخرين فكان لا زال على الكفر ولا يرث المسلم الكافر، فاستحوذ على تلك الأموال وباعها عقيل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ رباع معناه رباع هي المزارع المحاطة، يكون فيها البيت وفيها المزرعة وكذا، تسمى رباع. أو دور أي المسكن،
تحديدا، هل ترك لنا شيء؟ فإذا هم يسترجعون أموالهم، إنما هذا استرجاع للأموال. إذا هذه القافلة التي مرت وفاتت النبي صلى الله عليه وسلم في العشيرة أو العسيرة أو العسيرة التي قلناها فاتته، فهنا سيترصدها النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعها من الشام، وهي قافلة عظيمة كما قلنا. وكان يرسل لذلك طلحة بن عبيد الله صلى الله عليه وسلم، يرسل طلحة بن عبيد الله ويرسل سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما لتقفي آثار هذه القافلة عند رجوعها، لتتبع رجوع القافلة. يعني وهما في يوم من الأيام يتبعان، صار إلى مكان فإذا هما قد رأيا القافلة، فرجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبراه. ولما أخبراه الأمر أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستعدا جاهزا، لأن قلنا أنه خرج للعير لا للنفير، خرج لسلب وأخذ التجارة والعير القافلة المحملة، فهو بذلك أسرع في خروجه وأخذ معه من كان جاهزا. ولذلك قلنا أن كعب بن مالك، وقد روى أنس رضي الله تعالى عنه، قلنا أن كعب بن مالك ماذا؟ قال تخلفنا لأن لم يكن إجباري ملزم، وكانت مركوبهم كان مركوب بعيدا، فأرادوا الذهاب لإحضاره، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما يركب معنا من كان حاضرا معنا، دابته جاهزة معنا، مركوبه معنا، ليخرج مسرعا دون تأخير. إذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر القافلة. وأبو سفيان ليس بالرجل الهين، ولما أرسلوه مع القافلة بهذا الحجم وبهذا الكم باجتماع أمور عديدة فيه، فهو سيد من ساداتهم، ثري من أثريائهم، غني من أغنيائهم، وكذلك خبير من خبراء لا في التجارة ولا في الطريق. ولهذا كان يتتبع أبو سفيان، كان يتتبع آثار الأقدام ويتتبع ويرسل من يراقب كذلك، لأنه يعلم جيدا أنه سيمر قريبا من المدينة، فكان يرسل، بل استأجر رجل يسمى ضمضم بن عمرو الغفاري، هذا الذي استأجره بالمال، استأجره لكي يراقب وينظر هل تحرك المسلمون من المدينة لتعقب هذه القافلة. وبالفعل أتاه بالخبر فأرسله مسرعا إلى قريش ليأتي بالمدد والعون. إذن هذا ضمضم دخل وصار ينادي في قريش اللطيمة اللطيمة هي القافلة المحملة بالأموال، تسمى لطيمة، ويقول الغوث ولا أظنكم تدركونها، أي القافلة، لأنهم هم بعيدون، مكة مدينة، يعني هناك بعد بينهم وبين هذه القافلة والتجارة، فهي ستمر بجانب بدر، أي بجانب قريب من المدينة، وأما مكة فقد جاءت في الجنوب بعيدة. هو صار لما استأجره يعلم أنه له دابة يسير عليها ويصل إلى مكة، فذهب إليهم، واحتجى في بعض الروايات أنه شج الإبل، وأخذ الإبل وشجه، أي أخذ جرحا فيه لكي يعلم الناس بأنه أمر جلل. كما ذكرنا دائما وأكرر بأنه البعيد قد لا يفهم، لكن إذا نظر إلى الدماء تتقاطر من البهيمة وإلى شخص يصرخ وإن كان من بعيد يعلم أنه أمر خطير، فيلحق بالجمع لكي يعلم الخبر. إذن هكذا خرجت قريش، وقلنا أنه لم يخرج منها إلا لم يشارك في هذه الغزوة إلا أبو لهب، وأبو لهب لم يشارك لأنه العاص بن هشام السهمي كان عليه دين لأبي لهب، فقال له مقابل الدين تخرج مكاني، فتنازل عن دينه وعن ماله مقابل خروجه مكانه، فلم يحضر. لكن سبحان الله، شاء الله عز وجل لأبي لهب أن يتوفى بعد بدر، لأنه هو لم يحضر بدرا ولكنه مات بماذا؟ في بعض الروايات على أنه ترك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان بمكة ترك
عبيده، تركهم لأبي لهب. وأمر أبو لهب أحد العبيد بشيء فلم يأتي به أو قصره فلطمه لطمه، ضربه، وهو ليس عبده وإنما هو أمانة من العباس عنده، يبقى عنده العبيد. كانت مع العبيد أماه هي أخت ذاك العبد، فلم تصبر على أذى أخيها فأمسكت عصا وضربت أبا لهب على رأسه فشجته، ضربت رأسه أبي لهب. قيل بأنه بعد ذلك لم يشفى من هذا الضرب، من هذه الضربة، وأصيب بمرض صار يتساقط الجلد منه، صلى الله السلامة والعافية، يسمى عند العرب بالعدسة، المرض يسمى العدسة، تساقط الجلد، ونتنه رائحة حتى أنه عافه أولاده ولم يدفنوه، وبقي 3 ليال في بيته، تركوه في البيت حتى تعفن، وجاء أحد الناس وقال هذا عيب وعار، اتركوا والدكم، فدخل معهم وأفرغوا عليه الماء من بعيد، ثم أتوا به ورموه في حفرة ووضعوا الحجارة فوقه. إذن سبحان الله أراد أن ينجو بجلده لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي وأنه منصور من عند الله عز وجل. كذلك كان أمية بن خلف لم يرد حضور، لكن دفع أبو جهل أن يحضر، وقال له يترك العبيد والسادة الخروج معنا بسببك وكذا، وأخذ يكلمه حتى لان وصاحبه على أن يرجع في الطريق، لكنه لم يرجع، وسنذكر ما كان منه ومعه في خروجه. إذن خرجوا، قريش خرجت بقدها وقديدها وسلاحها وفي نجدة القافلة، وعلى رأسها أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة وربيعة وغيرهم ممن عرفوا من صناديد قريش. خروجهم واعتمادهم على عدد كبير، لأنه إذا قارنا العدد الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الروايات بين 13 و300، 15 و300، و17 و300 روايات، اختلاف العدد. وقال ابن حجر رحمة الله عليه بأنه لعلها 17 و300 الذين خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن عدد ليس كبيرا مع فرسان، هذا في رواية مشهورة، وإلا في رواية فرس واحد، وقيل لا فرس معهم، والفرسان للزبير والمقداد، الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود. والقوي أن الفرس كان نعم للمقداد، المشهور قلنا فرسان، وقيل فرس وهو قوي وأنه للمقداد ولم يكن للزبير فرس. ثم قلنا أنهم خرجوا وزادهم قليل، لأنهم ما خرجوا إلا للقاء العير القافية. خرج من خرج معهم قلنا من الأنصار والمهاجرين. إذن بعد ذلك قافلة أو جيش المشركين سيتجاوز 900، 50 و900، وقيل 1000 وزيادة، مع 1000 أو قريب منها من البعير، من الأعداد كبيرة ضخمة. في رواية 100 من الأحصنة، وفي رواية 200 فرس، في رواية 100 فرس، وفي رواية 200 فرس، أي عدد كبير مقارنة مع أولئك. هذا الخروج ديالهم بهذا الشكل لا يعني إلا أمورا، أولها أنهم يخافون ويهابون، يهابون على القافلة وعلى الأموال، ويهابون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كما قال أبو جهل هي فرصة لهم لتثبيت قوتهم ولإعادة الهيبة لهم، ليس لأنهم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم قبله
ولكن لأنه أخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه من ساداتهم وكبرائهم، وبدأ هذا الدين يتقوى بالمدينة. إذا القبائل صارت تدخل إلى الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش مع علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم تخبو مكانتها ويخبو لمعانها. إذا هذه فرصة للانقضاض على محمد صلى الله عليه وسلم وقطع دابره كما يخالون ذلك. إذا هذه مقدمات. وذكرنا بأن قريش كذلك تذكرت أنها كانت بنو بكر بن كنانة كانت معهم حرب، ما وضعت أوزارها إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم واشتغال قريش بهذه الدعوة، وخافوا أن تأتيهم بنو بكر بن كنانة يأتوهم من خلف ويتصيدوا هذه الفرصة للإطاحة بهم. فأتاهم الشيطان قلنا في صورة سراقة بن مالك، أتاهم في صورة سراقة بن مالك، وسراقة بن مالك هو كناني، وأمنهم من كنانة، أي قال لهم لا تهابون ولا تخافون من كنانة فإني جار لكم عند كنانة، أي أنه يجيرهم من كنانة، ما كنتم تخافونه. وسقط في عقولكم أنه سيقع ضرب أو قتال من خلف من بنو بكر بن كنانة فإني أجيركم منهم. وبعد ذلك لما رجعوا إلى سراقة وجدوه قالوا له خذلتنا وتركتنا، لأنه لما كانت المعركة تركهم، فلما تركهم هم لا زالوا يحسبونه أنه سراقة. وفي ذلك سيقول لهم سراقة قال لهم أنا ما علمي بخروجكم ولا قتالكم، أنا لم أعلم شيئا، ما معرفش كاع واش خرجتوا للقتال ولا لقيتم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان الشيطان قد جاء في صورة سراقة ابن مالك. إذن هذا ما ذكرناه باختصار، ونستمر في شرح ما فات، ما كان من غزوة بدر كما قلنا. قال المؤلف رحمه الله: خرجت قريش بالخيلات المغنيات يغنين بهجاء المسلمين، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أي أجيركم. قالوا أن هذا نزل على جماهير المفسرين على أن هذه الآية أو هذه الآية نزلت إشارة إلى هذه القصة، وذكرنا هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج كما قلنا يتحسس الأخبار حتى بلغ الروحاء وعسكر ببيوت السقيا. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى البعير التي خرجوا عليها كانوا يتناوبون، لم تكن بعير لكل واحد منهم، فكان يركب 3 في بعير واحد، أبو لبابة وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم يتناوبون يتعاقبون، يركب هذا وينزل هذا، لكن أبا لبابة وعلي أراد أن يعطي مكانهما وحظهما من البعير للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لستما بأقوى وأشد مني في المشي، ولست يعني ممن يزهد في الأجر والتواب، فأريد التواب كما تريدانه، وأنا الحمد لله باقي بقوتي وبصحتي، كذلك أركب وأنزل وأمشي. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف شيء مما فعله المشركون، ولم يكن خروجه إلا للعير، فعسكر ببيوت السقيا خارج المدينة واستعرض الجيش، فرد من ليس له قدرة على الحرب، ثم أرسل 2، في رواية أرسل 1 في صحيح مسلم أنه بسيسة، سماه بسيسة، أرسله يتحسس الأخبار، أخبار العير التي خرجت بعد أين وصلت، لأنه أخبر من طلحة ومن سعيد بن زيد بأنه يعني قد اقتربوا، لكن ليعلم مكانها بالضبط أخرج لذلك بسيسة. فلما بلغ الروحة جاءه الخبر بمسير قريش لمنع عيره، أي هنا في الروحة بلغه بأن قريشا قد جهزت الجيش وأخرجت على إثر النبي صلى الله عليه وسلم تريد قتاله
وتريد أن تنجو القافلة والعير من سلبها. وجاءه المخبر بأن العير ستصل بدرا غدا أو بعد غد. إذن هذه القافلة ستصل بدر. وصولها إلى بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحيط بالمكان ويسبقها إلى بدر. إذن هذه هي الغاية، أن يسير إليها. وتخطيطه لذلك عليه الصلاة والسلام كان تخطيطا للحاق بالعير، لكن الله عز وجل أراد أمرا آخر، أراد اللقاء والحرب. أبو سفيان كما قلنا بما يعلمه ويخبره، فهو خريت، تتبع آثار الأقدام لبسيسة ولمن كان معه إن كان معه أحد. فماذا وجد؟ فضلات البعير الخارج من البعير. فماذا فعل؟ فتته لينظر في محتواه، فتت ما يخرج من البعير فوجد فيه آثار ماذا؟ آثار تمر المدينة، والمدينة مشهورة بتمرها وبأنواعه. فقال هذا محمد صلى الله عليه وسلم يتعقبنا، لأنه هو عرف. ثم من خلال ذلك علم الوقت، كم من الوقت قد مضى على ذهاب بسيسة ومن كان معه. من خلال ماذا؟ من خلال الخارج، البراز الخارج من البعير، فينظر فيه فيعرف هل مر وقت طويل أم لا. وهذه خبرة، هذه هي الخبرة. وأهل البادية لهم خبرة في تعقب الآثار وفي كذلك النظر من بعيد. فهذا بالطبيعة التي يسكنون فيها. وأتحدث خاصة عن من كان قديما. أما الآن فدخلت وسائل التواصل والحضارة وغيرها، فكذلك نقص بصره، لأن هذه الوسائل والآلات وكذا تنقص من حدة البصر. وأما هم ففي البادية لا شيء يؤثر على بصرهم، فكان نظرهم حادا. وقد عرفت امرأة عند العرب بحدة بصرها، حتى قيل فيها أنها ترى ل3 أيام، مسيرة 3 أيام. إذا كان الأرض منبسطة قد ترى لمسيرة الراكب 3 أيام، وهي زرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة. وقد قتلت ونزعت عيناها في الأخير، ظنا منهم أنها تضع أو شيئا في عينيها، وإنما هي كانت ترى من بعيد. وإن كان قيل في بعض الروايات أنها كانت تستعمل نوعا من الكحل، إثمن، كانت تستعمله في كحلها وعينيها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مخبرا بأن العير ستصل بدرا غدا أو بعد غد. فجمع عليه الصلاة والسلام كبراء الجيش. الآن نحتاج إلى مجلس استشاري نستشير فيما بيننا. الأمر تغير، كنا نتعقب عيرا وقافلة، والآن صارت قريش قد خرجت بعددها الكبير تريد القتال. إذن وأمرهم شورى بينهم. وقال لهم أيها الناس، إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم، العير أو النفير. وإن كان أغلب من كان حاضرا كان يريد العير ويخشى من النفير من القتال، خرجوا بهذه النية. فتبين له عليه الصلاة والسلام أن بعضهم يريدون غير ذات الشوكة، وغير ذات الشوكة هي العير. الشوكة هو الحرب والقتال، وغير ذات الشوكة هو العير. هم يريدون أن يغنموا وأن يردوا ما سلبوا منه بمكة ليستعينوا بهذه الأموال. فقد قالوا هل لا ذكرت لنا القتال فنستعد؟ قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم هل كان هذا قبل ونحن بالمدينة فاستعددنا وتهيأنا. وجاء مصداق ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي تريدون العير ولا تريدون القتال والنفير. تكلم المقداد بن الأسود، والمقداد بن الأسود هو من المهاجرين،
هو كندي نعم وليس قرشي، زهري كندي، ولكنه مهاجري، هاجر من هاجر إلى الحبشة، وهاجر كذلك الهجرة إلى المدينة. قال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا ما قالته بنو إسرائيل لموسى ما أراد قتال وخالهم أنهم سيعضدوه، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، ألست منصورا من عند الله، ألست نبيا مرسلا، ألست كريم الله، ألست كذا، تقاتل أنت والله عز وجل أنت وربك ياك ينصرك كذا، إنها هنا قاعدون خلينا مريحين. شوف لماذا استشهد له المقداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن قال يا محمد صلى الله عليه وسلم والله إنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. شوف من أي جهة شئت نقاتل معك. وإذا كانت بنو إسرائيل قالوا لموسى إن هؤلاء قاعدون فإنا معك مقاتلون، فهذا عزم منهم على القتال. ثم قال ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو سرت بنا إلى بلك الغماد. بلك الغماد هو مكان قرب اليمن. قال إن سرت بنا أي لو توجهت بنا إلى مكان بعيد، وتعلمون أن اليمن هي جنوب مكة وأنهم في المدينة، لا يتحدث عن مكة، لا يتحدث عن مكان أبعد وهو المدينة، أي أنها آلاف كيلومترات للوصول إلى اليمن. أي سر بنا حيث شئت فنحن معك يا رسول الله، لجالدنا معك من دوني حتى تبلغ. تكلم وقال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. وكان يكفي كلام المقداد بن الأسود في الجميع لأنهم أقروا بكلامه ولم يتكلم أحد. لكنه لما كان مهاجريا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الأنصار، لأن الأنصار هم الأغلبية والكثرة الكاثرة هي الأنصار، لأن المهاجرون إنما هو قد يزيدون على 40 أو بقليل، يعني عددهم أما 240 وكانت من نعم العدد يعني عددهم قليل كما جاء في بعض الروايات. إذن الغلبة من الأنصار. والأمر الآخر هو أنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على نصرته بالمدينة دون الخروج إلى خارج المدينة، والآن هم خارج المدينة، فهل سينصروا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تتكلم الأنصار ويريد قوله. ثم أعاد عليه الصلاة والسلام تأكيدا قال أشيروا علي أيها الناس. إذن هو يرومهم يريدهم صلى الله عليه وسلم، أي تحدثوا ويريد الأنصار. فقال سعد بن معاذ، سعد بن معاذ قلنا أنه سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الأنصار، سعد بن معاذ سيد الأوس. هنا تكلم سعد بن معاذ، وإذا تكلم السيد ناب على من دونه، فتكلم سعد بن معاذ فقال كأنك تريدنا يا رسول الله. لأن لما أعاد أشير علي أيها الناس مرة أخرى ولم يكتفي بكلام المقداد، يريد شيئا آخر، أي يريد الأنصار. فعلم سعد بن معاذ ذلك فقال كأنك تريدنا يا رسول الله. فقال أجل. فقال سعد قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودا، فامض لما أمرك الله، هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إن لصبر عند الحرب، صبر أو صدق عند اللقاء، صبر عند الحرب أي صابرين، صدق عند اللقاء صادقين، لا نتخلف ولا نرجع، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. هذا يثلج الصدر ويطمئن القلب، وهذا ما كان ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم أن تتكلم الأنصار. بل جاء في روايات أخرى على أن سعد بن عبادة كذلك تكلم، كذلك نطق وتكلم، وهو عند مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، أي أنه لأن أبو سفيان لما علم بأن الخبر قد وصل وأنه النبي صلى الله عليه وسلم علم
بقرب العير والقافلة منهم ذهب إلى جانب الساحل وعفر الآثار، محى طمس الآثار وسار إلى جانب الساحل، ابتعد، نجا ونجت القافلة. إذن لما صار أبو سفيان وعلم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أفلت ونجا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير عليه. هذه رواية مسلم. فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأجاب، ثم تكلم عمر رضي الله تعالى عنه وأجاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه كان يريد أن تتكلم الأنصار. إذن في هذه الرواية تكلم سعد بن عبادة، وقلنا سعد بن عبادة والسيد الخزرج، فقال يا رسول الله كأنك تريدنا. وجمع أهل العلم بينها وقال تكلم سعد بن معاذ وتكلم عن الخزرج، وتكلم سعد بن عبادة وتكلم عن الأوس. إذن كل واحد منهما تكلم عن لأن سعد بن معاذ هو السيد الأوس تكلم عن الأوس، وسعد بن عبادة هو السيد الخزرج فتكلم نيابة عن الخزرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال يا رسول الله والله لو أمرتنا أن نخيض هذا البحر لأخذناها. تذكر وتؤنث البحر، أي قال لو أردتنا أن نخوضه أي أن ندخل هذا البحر معك فلخضناه، إذا دخلنا إليه ولا نتردد في هذا الأمر. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها أي أن نضرب أكباد الإبل، هذا يطلق على ضرب الطريق والسير فيها والبعد، أي ابتعاد الطريق، يقال ضرب أكباد الإبل، أي أنه كأن الإبل تتعب وتجف أكبادها وتتقطع لكثرة الطريق، فيقول ضرب أكباد الإبل. فقال أن نضرب أكبادها إلى برك الغمام. وكان العرب يريدون إذا أرادوا أن يطلقوا على أمر بعيد يقولون برك الغمام، هي مكان باليمن، نفعلنا. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله سعد بن معاذ. لأن حتى جاء في إضافات أخرى قوله، هذا قول سعد بن معاذ، قال اضعن حيث شئت أي ضرب حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركته، وما أمرت فيه من أمر فأمرك فينا مطاع. تهلل وجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكلام سعد بن معاذ ولسعد بن عبادة وللمقداد بن الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بذلك يعلم على أن جيش الكفار هو جيش كبير، وأنهم يحتاجون إلى القوة النفسية وإلى ارتباطهم بخالقهم، وعلى أن الأمر عبادة وجهاد في سبيل الله. وقال كما في رواية البخاري عند البخاري أبشروا، لما أشرق وجهه وتهلل عليه الصلاة والسلام وكان يعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، قال أبشروا والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكأني أنظر إلى مصرع فلان وفلان وفلان، قال فذكرهم بأسمائهم. قال عبد الله بن مسعود فذكر اسم فلان، يقول مثلا أبو جهل، أمية بن خلف، عتبة بن ربيع، يذكر أماكنهم. قال عبد الله بن مسعود فما تجاوز أحدهم المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال لهم كيقول لهم ها بلاصة فلان فين غيموت، ها بلاصة فلان فين غيتقسم، ها بلاصة فلان، ها بلاصة فلان. قال لك عبد الله بن مسعود توعد فيهم هذاك المكان تحديدا، مكان اليد فين شاب، فين كيطيح وكيموت بالضبط، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك سميت غزوة الفرقان، لأنها فرقت بين الحق والباطل. وأبا سفيان كما قلنا لما علم بخروج المسلمين ترك الطريق المسلوك وصار متبعا ساحل البحر فنجا. وأرسل أبو سفيان وهو كذلك لا يريد الحرب، لا يريد الحرب لأسباب سنذكرها بعد. في قرارات أنفسهم إلا من شد منهم يريد الحرب، ولكن أغلبهم لا يريد الحرب، إنهم رحيم
ولذلك أبو سفيان أرسل إلى قريش يخبرهم ويعلمهم أنه نجا ونجت القافلة والأموال آمنة، فلا حاجة لحضوركم ولا لمواجهتكم للمسلمين. لكن أبا جهل لما وصل مرسول أبي سفيان أبى أن يرجع، وقال لا نرجع حتى نحضر بدرا. بدر مكان يعني، ومكان كان فيه سوق في القديم، يعني في الجاهلية وحتى في بداية الإسلام كانت فيه السوق. قيل أنها كانت تقضي 8 أيام هذه السوق التي كانت ببدر. قال فنقيم فيها 3، أي قال والله حتى نصل فنقيم 3 أيام ننحر الجزور يعني الإبل وتسمع بنا العرب فلا زالت تهابنا. إذا رجعنا لم يعلم أحد بخروجنا ولا ما فعلناه، ولكن نخرج ونصل إلى بدر، إلى المكان، وكأننا نظهر قوتنا وشأننا ونخيف بذلك العرب فلا تطمع فينا بعد ذلك. وقال ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. قال أخنس بن شريق الثقفي من بني زهرة كان حليفا له، قال ارجعوا يا قوم فقد نجى الله أموالكم، الغاية أنكم خرجتم لاسترجاع التجارة، الآن هي قد نجت فما حاجتنا إلى الحرب. فرجع منهم قريب من 100 رجعوا. لم يشهد بدرا هذا الأخنس، بعد ذلك ستكون له قصة، هو أنه لما علموا ما وقع ببدر فصار له مكانة في قبيلته وبين عشيرته، لأنه نجاهم من القتل برجوعه ورجوع من كان معهم 100. ولذلك فهو لم يشهد زهري ولا عدوي بدرا، انهم رجعوا، العدويون والزهريون رجعوا. ثم سار الجيش حتى وصلوا وادي بدر فنزلوا عدوته القصوى، أي قريش نزلت بالعدوة القصوى، أي المكان، وهي المكان الأبعد من هذا بدر، يعني مكان بعيد الجهة العليا منه، وهو الجانب الأبعد عن المدينة بدر هم نزلوا في هذا المكان العدوة القصوى. العدوة الدنيا هنا، وفيها سينزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبق له وذهب. فلا زالت الآن بدر معروفة بمكانها، وفيها تلال صغيرة، وفيها منطقة تسمى هي العدوة القصوى الجهة العالية، وفيها العدوة الدنيا وهي الجهة التي أسفل بحدود المدينة. أما جيش المسلمين فإنه لما قارب بدرا أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، في رواية أنه سعد بن أبي وقاص كذلك معه، الزبير بن العوام وعلي وسعد بن أبي وقاص. غلامان لما أرسلهما، رواية أنهما غلامان، في رواية أنه غلام أسود، هذا الغلام أمسكاه أما إذا كان اثنان، أما إذا كان بزيادة سعد بن أبي وقاص فهم 3 أمسكوه. فلما أمسكوه ظنوا بأنه مع القافلة، فقالوا له إلى أين وصلت القافلة وما خبرها؟ قال لهم أنا لا أعرف لا قافلة ولا شيئا، إنما أنا مع قريش، مع عتبة ومع أبي جهل ومع كذا. فضربوه، ظنوا بأنه يكذب، خالوه بأنه يكذب، فقال لهم نعم القافلة، أنا مع القافلة. أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو يسمعهم يسألوه يقولون له القافلة، فيقول لهم أنا لست مع، فيضربوا فيقول نعم القافلة فيها كذا، فإذا تركوه قال لهم أنا لا لست مع القافلة، لا يريد الكذب، يقول أنا مع. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا صدقكم ضربتموه وإذا كذبكم تركتموه، قال لهم مني صدقكم ولكم الحق شديتوا ضربتوه، ومني يكذب عليكم خليتوه، فإنه يقول الحق. فهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله، فقال له
كم عدد القوم؟ شحال هما؟ قال إني لا أدري. شوف خبرة نبوية. غلام قال لا أدري. قال كم يذبحون في اليوم؟ قال 19 من الإبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هم بين 900 وألف، لأن كل إبل يكفي لي 100. قال إذن هم بين 900 وألف. قال من أتى معهم؟ فصار يذكر له سادات قريش، أمية، عتبة، ربيعة، أبو جهل، يذكر لهم سادات قريش. هنا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رمت مكة لكم بفلذات أكبادها. إذا رجعوا عليتهم سادتهم فلذات الأكباد، أي أنهم عليتهم وأعلاهم مرتبة ومنزلة، هم من قدموا إليكم. قالوا سأل، قلنا أنهم سأل فضرباه كما ذكرنا وذكر المؤلف هذا بالتفصيل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه صادق، ثم علم عليه الصلاة والسلام بعددهم. قريش أرسلت كذلك عمير بن وهب الجمحي، لما رجع إليهم أخبرهم بأنهم يذبحون في اليوم الشيء القليل الذي عندهم يأكلون، ذكر لهم أنهم عدد قليل، وقال هم لا يتجاوزون 300 إلا بيسير. وهنا أبو جهل في كلام ذكر عند أهل السير، لعل المؤلف قد ذكره فيما سيأتي، لما أراد أن يعيرهم بقلتهم قال إنما هم كجزور واحد يكفيهم. هلا شوف احنا شحال كندبحوا في النهار، كندبحوا 9 10 نكتال، وهم إنما لهم جزور واحد في الذبح، أي إنما هم قلة. إذن هذا الذي أرسلوه هو وعمير بن وهب الجمحي يتعرض يذهب ليأتيهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، طاف فقال لهم هم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون، لكنه قال أمهلوني حتى أنظر لعل يكون هناك مدد، يكون هذا إنما هو خطة، إنما هو تدليس علينا، يوهموننا بأن العدد هو كذلك، وإنما هناك مدد ينتظر، حتى إذا دخلنا معهم في قتال جاء المدد والذي كان ينتظر. فذهب وتتبع ورأى ثم رجع إليهم فقال لا مدد لهم ولا منعه، إنما العدد ما ذكرته لكم. ولكن قال لهم أرى أن لا تقاتلوه، أرى أن لا يكون اقتتال، فإن الواحد منكم قد ينظر إلى وجه الآخر، يعني من المسلمين بينهم، فيرى بأنه قتل أخاه أو قتل عمه أو قتل خاله، فيحيك في صدره هذا الأمر ويشد عليه. إذن رأى أن هذه القتل والاقتتال فيما بينهم وهذه المعركة لن تكون مجدية بالنسبة لهم إلا في إفناء ساداتهم وأرحامهم والتطاحن فيما بينهم، ولا خير في العيش كما قال لهم بعد قتل ذوينا وأرحامهم. لا خير وأنت تتذكر بأنك قتلت عمك أو خالك أو أحد أقربائك. لأن صاروا المسلمون حتى نزلوا بعدوة الوادي الدنيا من المدينة، وكنا بعيدا عن الماء في أرض سبخة، نزلوا في أرض سبخة أي أرض مالحة. النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه نزلوا في أرض سبخة في أرض مالحة، وفي صبيحتها أصبحوا يحتاجون الماء، عطشوا، وخاصة أن البعض منهم قد احتلم فاحتاج إلى الماء للاغتسال فقام وهو جنب. فالبعض أراد أن يرجع لأنه لما لم يجد الماء وكذا، فبدأ يحدثهم الشيطان يوسوس، لكنهم ثبتهم الله
ولولا فضل الله ورحمته عليهم لا ثنيت عزائمهم. قال لهم الشيطان كما جاء في بعض الروايات: إن المشركين ينتظرونكم أن تعودوا، ويريد من هذا المكان الذي أنتم فيه، هذه وسوسته إليهم، أن تموتوا بالعطش وأن تبقوا في هذا المكان لا تبرحونه حتى تهلكوا، فيتحكموا فيكم كيفما شاءوا. لكن الله عز وجل أرسل الغيث، أرسل غيثا. هذا الغيث الذي أنزله الله عز وجل كان خيرا للمسلمين ووبالا على المشركين، لأن العدوى الدنيا كانت سبخة مالحة، وكانت أرضا نوعا ما صلبة، الماء فيها لما نزل المطر صارت أرضا تصلح للوقوف وللقتال وللتهيؤ فوقها. أما أرض المشركين فكانت أرضا نوعا ما طينية، لما نزل المطر عليها صارت وحلا، فكانت وبالا على المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يخرج بين الفينة والأخرى مع أبي بكر، فيتعقب وينظر، وإذا به يجد أعرابيا في الطريق الذي مرت منها قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، سأله عن اسمه وعن قريش، فقال له: أسألك وتجيبني فأجيبك. قال لي: أنا نسولك وأنت تسولني، ما كاينش إشكال. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش، قال: ما أخبار قريش؟ قال: هم بعدة وعتاد وكذا وكذا، وذكر له ما ذكرناه آنفا من أنهم قد تجهزوا للقتال لأنهم مروا بجانبه. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: ما أخبار محمد وأصحابه؟ حتى لا يعتقد الأعرابي بأنه يسأله عنه، فقدم السؤال حتى لا يسأله عن محمد: هل أنت كذا؟ فقال لي واحد يدعي أنه نبي كذا، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا، هل عندك من خبر؟ إذن هو اصرف عليه السؤال، ذكاء صلى الله عليه وسلم. فقال له: نعم، علمت أنهم خرجوا بعدد قليل وأنهم خرجوا على إثر قافلة وكذا، وذكر له ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له الرجل: من أين أنتما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. وعده بأن يجيب عن السؤال فأجابه، وأجاب صادقا عليه الصلاة والسلام. أجاب من جهتين: من جهة أن الأعرابي قد يعتقد بأن الرجل، أن هذا الذي من ماء هو من مكان بالعراق، وهي بلدة في العراق تسمى ماء، فظن الأعرابي بأنه من العراق، وهي بلدة معروفة في العراق تسمى ماء، قال: نحن من ماء، ولم يكذب عليه الصلاة والسلام، وحاشاه بأبي هو وأمي، وإنما هو يريد نحن من ماء، أي أننا خلقنا من ماء مهين. وكذلك الأمر، وأغلب جسدنا مكون من ماء. سيقول أهل الطب بأن 70% ويزيد من الجسد هي ماء. فإذا بذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم له ما كان يعتقده الرجل، وهذا سبق الإشارة إليه في أنه يدخل في المعاريض وفي تورية ولا معاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب حتى لا يقع المرء في الكذب. إذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار، وعلم بأن قريشا قد خرجت، وأنها وقفت بمكان، وأنه هو ومن معه بمكان. ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف سيكون هذا اللقاء؟
الذي هو يوم الفرقان. وهذا اللقاء بماذا سيبدأ؟ هل سيبدأ بالقتال مباشرة؟ لا، هناك إرهاصات، مقدمات للمعركة وللقتال والمبارزة. هذا الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، ومع ما وقع في ساحة الورى والقتال في الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حذو القدس بالقدة، وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا الذي تفرقا سالما موفقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والله تعالى أعلى وأعلم.